في كل جيل بيظهر فنان مش بيمشي ورا القواعد، بيكسر النمط، ما بيشتغلش كتير ولا بيكسر الدنيا بأعماله التقليدية، لكن بيجرب وبيغامر ودايما بيفاجئ الجمهور بحاجات جديدة ما تجيش على بالهم. من الآخر بيلعب بره الصندوق، خليك صادم. وعندنا في مصر فنانين كتير ينطبق عليهم الكلام ده، لكن أشهرهم في عصرنا الحالي أحمد مكي مثلا، اللي بقى ماركة مسجلة لجنة وخلاص حفظنا جملة انه غير شكل الكوميديا من كتر ما بنسمعها. والامثلة عندنا كتير سواء في السينما او في المسرح او حتى في الغنى والتلحين. لكن في الفيديو ده انا هتكلم عن واحد من اهم فنانين جيل التسعينات بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير، واحد طول الوقت بيلعب بره الصندوق، سابق عصره وبيغامر وطول الوقت بيجرب حاجات جديدة، ومع ذلك ما بيتقالش عنه ده، وده اللي هحاول اني اوضحه في الحلقة دي. الحاجة التانية اللي هحاول ان اتكلم عنها ان اشرف عبد الباقي بيمارس وبينطبق عليه اهم ميزة ممكن اي بني ادم يكتسبها، الرضا. حاسس ان عندي اكتر من اي حد، وعلشان كده اشرف عبد الباقي من الممثلين القليلين قوي اللي ممكن يكون قدوه او مثل يحتذى بيه. وعموما هو عمل حاجات كتير قوي هحاول ان اوضحها في الفيديو ده، لكن المبهر بالنسبه لي ان اكتشفت فيه جانب مش كل الناس اخده بالها منه، فكمل الحلقه للاخر عشان اشرف عبد الباقي هيبهرك. طيب قبل ما نتكلم عن اشرف عبد الباقي لازم الاول نعرف ايه اللي كون شخصيته. السر في تكوين شخصيه اشرف عبد الباقي كلمه واحده بس: الشغل. شغل، بنزل اشتغل، انا عندي شغل في الشغل، رايح الشغل بعمل شغل. اهم حاجه في الدنيا هي شغل. اشرف عبد الباقي اشتغل من هو عنده 12 سنه، في اجازه 6 ابتدائي بيبدا شغل مع والده في ورشه الحداده، بيتعلم اصول الشغلانه وبيحب الشغل وبيتعلق بيه. فاول حاجه الحته دي كلها تفقفق، اخلص ادخل على الدراسه، تبتدي تطرى تاني، فتقوم الحته دي مكان ايه؟ القلم. دي فتره الدراسه. وعقبال ما وصل لمرحله ثانوي كان عنده الورشه بتاعته. فتره ثانوي كان عندي الورشه، فترة الجامعة كان عندي معرض ديكور ومكتب يعني ديكور. انت برجوازي صغير. بيحكي اشرف انه في بدايه مرحله اعدادي اتعزم من واحد صاحبه في ثانوي على مسرحيه عاملينها اصحابه في مدرسه النقراشي الثانويه، فبيتعلق بالمسرح. وعلى الرغم انه كان جاب مجموع في اعدادي يدخله مدرسه المتفوقين، الا انه بيقرر يدخل في مرحله ثانوي مدرسه النقراشي عشان يفضل في المسرح. بعدها بيقرر يعمل دراسات حره في معهد فنون مسرحيه، وهناك بيتعرف على دكتور هاني مطوع اللي قدمه في مسرحيه خشب الورد مع محمود عبد العزيز وعبد المنعم مدبولي. ومن بعدها بينطلق اشرف عبد الباقي وبيشق طريقه في عالم الفن. طيب انا ليه قلت لك انه بيلعب كتير بره الصندوق وفنان مغامر؟ وانا براجع تاريخ اشرف عبد الباقي من ساعه ما بدا لحد اخر مسلسل شارك فيه، كنت في كل مره بلاقي له حاجه مش عاديه، مش اي حد مكانه هيغامر ويلعبها. من اول نوع الافيهات اللي كان بيقدمها في المسرح لحد اكبر مشروع شاله على كتافه والناس كلها بتنتقده. تجربه مسرح مصر تجربه غريبه من نوعها. بيكرر اشرف عبد الباقي بعد 15 سنه المسارح في مصر كانت مهجوره، المنتجين والفنانين كلهم خايفين ياخدوا الخطوه ومحدش اصلا فاضلها. هو بيعمل حاجه غريبه جدا، بيجمع مجموعه من الشباب الهواة وبيراهن عليهم، وبيراهن كمان ان الجيل الجديد يرجع يحب المسرح من خلال المشروع ده. لا وكمان بيقرر يبدا من الصفر بمجموعه شباب محدش فيهم معروف ولا يقدر يشيل شباك التذاكر. تجربه مش بس جريئه، دي مغامره ضد المنطق. مش كده وبس، لا ده بيغير كمان من الشكل اللي اعتاد عليه المسرح في مصر على مر السنين، اللي كان بيبقى روايه طويله توصل ل3 و4 ساعات وبيتحضر لها بال3 و4 شهور، وبيكسر التابو ده تماما. عرض المسرحيه ساعه او ساعه ونص بالكتير، سعر التذكره 250 جنيه والتذكره الرخيصه 100 جنيه بس، وبيعمل مسرحيه كل اسبوعين، وبيوصل عدد المسرحيات اللي اتعملت ل 130 عرض مسرحي. ده غير انه بيخرج من التجربه دي جيل جديد للسينما والتلفزيون. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. اما على مستوى السينما فالراجل ده عمل واحد من اجرأ الافلام في الالفيه، قرية الأوهام. ادفع كتير دلوقتي واستلم أول ما تشوف حلبته. فيلم خالي من الكوليسترول، الفيلم اللي كان سابق عصره. فكرة فيلم مجنونة بتفضح كواليس صناعة الإعلانات وإزاي بيبيعوا الوهم للناس. دخل في مطبخ عالم الإعلانات وبنوع كوميديا كان جديد لانج وقتها. حسن حسني بيعمل دور شرير على غير العادة، إلهام شاهين عاملة دور أم ذوي احتياجات خاصة وتصرفاتها تصرفات أطفال، وابنها أشرف عبد الباقي برضه عقله عقل طفل. متخيل التركيبة؟ فيلم من كتر ما هو فكرة مجنونة الناس ما فهمتهوش وقتها، حاجة كده زي الحاسة السابعة. ومن كتر جرأة الفيلم اتمنع من العرض لأنه بيهاجم منظومة الإعلانات اللي هي أصلا قايمة عليها الميديا بكل أنواعها بما فيها صناعة الأفلام. قرية الأوهام أنا واخد فيها، أنت خدت فيها، كلنا لازم ناخد فيها.
سنة 2003 في مسلسل نزل وكسر الدنيا اسمه حكايات زوج معاصر. كل حاجة في المسلسل ده كانت بتقول انه هيفشل فشل ذريع، فكرة غريبة على الجمهور وقتها، حلقات منفصلة كل يوم حكاية شكل، يوم البطلة روجينا ويوم البطلة بسمة، والاتنين بيطلعوا بدور مراته والاتنين بنفس الاسم. ده غير كواليس انتاج المسلسل بقى اللي بيتعرض على اشرف عبد الباقي في وقت وفاة 3 من اقرب الناس ليه. ولا لا، بص كده الموضوع ده هتكلم فيه كمان شوية، لكن المسلسل كان فكرة مجنونة ما تطلعش غير من واحد زي اشرف عبد الباقي، واحد ما بيحسبهاش حسبة السوق عايز ايه دلوقتي، لا ده بيعمل الفن من اجل الفن. بعد تجربة أول سيت كوم مصري باسم شباب أونلاين سنة 2002 واللي اتعمل منه جزئين وفيهم جزء كان 15 حلقة بس، محدش قدر إنه ياخد الريسك ويدخل في التجربة دي تاني لحد 2006. ومين عنده القدرة على المغامرة زي أشرف عبد الباقي اللي بيقرر يغامر كالعادة وبيعمل أنجح سيت كوم في مصر، راجل وست ستات، 350 حلقة من الضحك المتواصل. لا وكمان بيبروز أشرف عبد الباقي المغامرة وبيصر إنه يشاركه السيت كوم ممثل مغمور محدش يعرف عنه حاجة، علشان كالعادة يبقى سبب في ولادة نجم جديد اسمه سامح حسين. حاجة مفهومة ان الفنان يغامر بعمل فني سواء فيلم او مسلسل فكرته غريبة. اشرف عبد الباقي بقى لما ما بيلاقيش حاجة يغامر بيها بيغامر بنوعية افيهات غريبة على المسرح. في مسرحية بالو بيحاول اشرف عبد الباقي مع مخرج المسرحية وبيقنعه انه يقول افيه غريب جدا، افيه ما فيهوش افيه اصلا. عارف لما تقوم من النوم الصبح ايوه تبقى راكب الاتوبيس ورايح شغلك وكده لازم الصبح طبعا الاتوبيس بيبقى زحمه موت يعني يعني زي الناس مثلا قاعدين A few moments later مثلا ايه واحده ست كبيره ماسكه في الحديده اللي فوق دي ولابسه جلابيه طويله كده وعيل صغير عمال يشدها من الجلابيه. اشرف عبد الباقي واحد من الفنانين القليلين قوي اللي ممكن تستفاد منه بحاجه على المستوى الانساني، ولو ان انا ما بفضلش ده يعني بشوف ان ده مش دور الفنانين عموما، لكن اشرف عبد الباقي عنده جزء في شخصيته مبهر بصراحه، وبان قوي لما كانت بتتكلم معاه المذيعه وفاء الكيلاني في انه مش نجم شباك على مستوى السينما وحظه وحش وانه مش اخد حقه على المستوى الجماهيري، فيرد هو عليها بمنتهى البساطه انه يعرف نجم مكسر الدنيا لكن ما بينامش، لكن هو الحمد لله بينام، وانه شايف انه اخد حقه في حاجات تانية كتير، وبيحكي لها قصه عن صاحب عمره علاء ولي الدين لما كان بيشاركه بطوله مسرحيه، والمنتج قرر ان علاء الله يرحمه هو اللي يحيي الجمهور اخر واحد، ودي حركه معناها ان علاء ولي الدين هو النجم الاول للمسرحيه. علاء كان بيطلع يحيي كلنا لابسين بدل سموكن، هو لابس البدله السموكن على شبشب، كان عنده مشاكل في الشرايين عامله له تضخم في رجله، فانا ابقى شايف فقط هو بياخد كام او شايف فقط ان هو بيحيي اخر واحد كبطل المسرحيه، يبقى انا ساعتها انا مش شايف صح. بمناسبه علاء ولي الدين الله يرحمه، وقت وفاته كانت بعد وفاه والد اشرف عبد الباقي، بالاضافه كمان لوفاه واحد من اقرب الاصدقاء لاشرف عبد الباقي في نفس الوقت تقريبا، 3 صدمات يهدوا اي بني ادم، سبب كافي يخلي اي انسان مهزوز شويه او مش راضي كفايه بقضاء الله انه يتهز ويكتئب ويخسر حاجات كتير، لكنه الحقيقه وقتها بيضرب المثل بالانسان الراضي، وبدل ما يكتئب ويتعب بيرمي نفسه في حضن الشغل، وبيشترك في عملين بيغيروا مجرى حياته، مسلسل حكايات زوج معاصر اللي كلمتك عنه من شويه، وفيلم حب البنات بدور مهيب الدكتور النفسي، واحد من احلى ادواره. بمناسبه دور مهيب عايز بقى اقول لك الحاجه اللي اكتشفتها في شخصيه اشرف عبد الباقي، وهو انه في كتير من الشخصيه دي دور الدكتور النفسي ده جزء من شخصيته الحقيقيه. انت الجواز باكج، ما تدورش انك تفصل عروسه، مش هتلاقي الكلام ده. يمكن انا عندي حته كده يعني بعرف اسمع. هتاخدها باكج، راضي بيها كده، راضي بيها كده، يعني ممكن يبقى اي حد كان بيمر باي مشكله ممكن اقعد اسمعهم زي ما هي راضيه بيك، ما انت مش ملاك. واخيرا نيجي لسؤال الحلقه، ليه اشرف عبد الباقي مش ميجا ستار؟ والاجابه هي البرسونا يا صديقي، البرسونا اللي بتميز النجم وبتخليه يعلم في دماغ الجمهور عن غيره، حتى لو بحاجه سيئه، ممكن تبقى صفه، ممكن تبقى شكل معين، المهم ان النجم يبقى عنده حاجه يتميز بيها. يعني مثلا احمد السقا جدعنه، محمد هنيدي الاسر، هاني رمزي الطول واللعب بالالفاظ والجرأه في معظم اعماله، احمد الفيشاوي منفلت شويه في شكله وطباعه، شعبان عبد الرحيم وطريقه لبسه. انك تبقى فنان كويس ده مش كفايه، لازم يبقى عندك حاجه مميزه الجمهور يعرفك بيها، وده عكس اللي عمله اشرف عبد الباقي، شكله عادي ما فيهوش حاجه مميزه، ادواره ما فيهاش حاجه شبه التانيه، محترم ما بيعملش مشاكل ولا له خلافات مع حد، وده للاسف مش احسن حاجه للفنان. لكن مؤخرا وبعد ما اتشهر اشرف عبد الباقي بين الجمهور انه تحسه انه خالك وكده، بدات بيرسونه اشرف عبد الباقي تظهر اخيرا، واللي بيخلق البيرسونه دي هو الجمهور نفسه. وبيستغل الموضوع ده مين؟ المخرج العبقري تامر محسن، وبيوظفه في دور خال البطل في مسلسل قلبي ومفتاحه. ويحسب برضه لاشرف عبد الباقي انه بيتخلى عن ادوار البطوله والادوار الكوميديه وبيلعب ادوار تانية تناسب مكانته وسنه، واعتقد ان هو الوحيد في كوميديانات جيله اللي بالجرأه والذكاء اللي يخليه يغير جلده في وقت زي ده.
المفروض في الجزء ده اختم باوترو انهي بيها الحلقه، لكن انا هكتفي بان اقول ان بحب اشرف عبد الباقي جدا، وان الحلقه دي كانت المفروض تبقى اول حلقه اعملها في القناه هنا، لكن في كل مره كنت باجلها عشان عايز اعملها بافضل شكل ممكن. والنهارده بعد سنه كامله من الفيديوهات على اليوتيوب قررت ان اخيرا اعمل الفيديو. فيا ريت تقول لي رايك في الحلقه، وقول لي كمان تحب نتكلم عن مين في الفيديو الجاي، وربنا يبعت لك ايام حلوه ايا كان مكانك على وجه الارض.